هنفضل بقى في الهمجيه دي لحد امتى بجد بقى؟ عشان الواحد والله تعب من اللي بيشوفه ده. يعني حياه الانسان المصري اللي بتروح كده يعني ايه هباء منثورا كده في اي وقت، قتل وحرق والناس تدس بالعربيات طبعا بسبب الهمجيه بتاعت سواقين المواصلات اللي ما حدش بيكلمهم ولا حد بيحط لهم قوانين ولا حد بيعاقبهم على السواقه البشعه اللي هم بيسوقوها وقله ادبهم مع الناس وكل الكلام ده. بعيدا عن ده، هي الحكومه ليه مش عامله نظام مروري او نظام حمايه للمواطن؟ هم ما راحوش اي دوله اجنبيه قبل كده مع لما بيجي يعملوا تعاقدات واتفاقات مع الدول الحاجات اللي هي الدوليه دي، ما شافوش الانظمه المروريه وانظمه الحمايه اللي هم بيعملوها للمواطن بتاعهم؟ مستخسرين يعملوا ده على المواطن المصري ولا ايه بالظبط؟ انا مش فاهم ليه المواطن المصري مالوش قيمه عند حكومته زي بره مصر المواطن ليه قيمه عند الحكومه بتاعته. ابسط حق لابد ان يتمتع به المواطن المصري هو حق الحماية، ان حياته ما تبقاش هباء منثورا، اي حد يحرق واي حد بيولع واي حد بيقتل علشان ما فيش نظام ولا في قوانين حاكمة ولا قضاء ولا حكومة بتنفذ عدل ربنا في الكلام ده. ليه ما فيش اشارات في كل حتة؟ ليه ما فيش مخالفات تتحط عقوبات على الناس اللي تخالف ده، سواء سواقين او ناس اللي هم بيعدوا السكة؟ لو حد خالف عدى في المكان اللي المفروض ما يعدش منه او عدى والاشارة شغالة ايا ما يكون، ويبقى في ضباط وعساكر في الشارع متابعين كل الكلام ده. انا لما كنت في مصر كنت بالذات في الاسكندريه، بما ان الحادثه في اسكندريه، كنت بشوف الضباط والعساكر واقفين في الشارع ماسكين الواكي توكي بتاعهم، ما بيعملوش اي حاجه، هم ماسكينه وبيتمشوا. طب انت لازمتك ايه حضرتك؟ يعني انت بتقبض على ايه؟ على وقوفك في الشارع؟ يا فرحتي بيك. وبعدين فيا ريت يا جماعه تعملوا شير للفيديو ده يوصل للمسؤولين ويوصل للحكومه ان لازم يتزرع في البلد قانون حق حمايه المواطن من كل الجهات بقى. بس بما ان الفيديو ده يعني كان خصيصا للحادثه اللي حصلت دي، فاحنا بنتكلم على المرور. القاهره المرور بتاعها احسن من اسكندريه بكتير، في نظام شويه، مهتمين بالقاهره شويه. تعالى في بقيه المحافظات زي مثلا محافظه الاسكندريه واللي هي المفروض تبقى تاني احسن محافظه في مصر، متسابه على المشاع كده، ما فيهاش اي قوانين ولا فيها اي حاجه. فده ما ينفعش. يا ريت تعمل شير الفيديو عشان يوصل للناس، وطالبوا ان يبقى فيه حمايه اكتر من كده، طالبوا ان يبقى فيه قانون مروري حقيقي زي الدول التانيه يتطبق عليكم، علشان ده لحمايتكم، عشان انتوا حياتكم مش هباء منثوره وحياتكم لها قيمه. يا ريت تعمل شير للفيديو، ويا ريت نحاول نبقى احسن من كده شويه.